أسس الفضل والوفاء. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. ما وصلوا إلى خيام زينب إلا حينما سقط أبو الفضل من على ظهر جواده. أنا أريد أقرأ مصيبة أبو فاضل سلام الله عليه عند شيعته، لكن أريدك تخلع وقارك. قبال الحسين اخلع وقارك، لأن علامة أنك مؤمن أن تكون عندك عبرة أو تكون عندك دمعة. وإحنا في دعاء في تعقيب صلاة العصر نقول: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. هاي استعاذة. مثل ما أقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من مظالم العباد، أعوذ بالله من المعاصي، أقول أعوذ بالله من عين لا تدمع. ليش؟ لأن ما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، وما جفت الدموع إلا لكثرة الذنوب، إلا لقسوة القلوب. فعلينا أن نرقق هذا القلب قبال الحسين، وهو القائل سلام الله عليه: أنا قتيل العبرة. أنا يقول حسين ما قتلتني السيوف ولا السهام ولا النبال، لا أبالي، حب الله طغى على هاي الأمور كلها، لكن قتلتني العبرات. خلي نشوف عبرة الحسين لما وقع أبو فاضل. خلي نقرأ شلون بالله أبو فاضل يريد تعزية. وذاك رحم الله ذاك الحاج من خدام الحسين يقول: ارتقيت المنبر ليلة 7 من محرم، وكان المجلس كله لأبو فاضل. يقول: نمت وإذا أبو الفضل وقف عند رأسي بالرؤيا، قال: لم لا تقرأ علي يا حاج؟ قلت له: سيدي المجلس البارحة كله كان بخدمتك. قال لي: لا، مو هالشكل تقرأ. إذا ذكرت مصيبتي فاسأل شيعتي، سألهم خليهم يجاوبونك. قل لهم إن الفارس إذا سقط من على ظهر جواده بما يتلقى الأرض. اي والله بينه. هلا بيك، هلا بشيعة الحسين، هلا بعشاق أبو فاضل. إن الفارس إذا سقط من على ظهر جواده بما يتلقى الأرض. قلت: سيدي بكفه. قال: أما أنا فقد تلقيت الأرض بوجهي. من عادة الإنصاب خيال يتلقى بيد القاع لومه، وإن كان له فرسان ورجال يتلاحقوا له وقع بالحال، يتلاحقوا له وقع بالحال. يقول له: وعينه وعينه يا حسين الحق عضيدك، وعينه وعينه تراه طارت جفوفه، وعينه وعينه اندهشنا وراح من عدنا، وعينه 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 بيوم القال خويا الحق علي، خويا بيوم القال يوم القال يوم القال، خويا الحق خويا الحق خويا الحق علي. بعد ايش قالها ابو فاضل؟ ايش قالت له زينب؟ خويا خويا يا ابن والدي يا ابن والدي، لو شار سهم العين ما ذيك، انا محتاج ما تحمل انا ادريك، لو تحمل الواحد يا نخيك، خويا علك يسر نمشي ونخليك. قال لها: يا زينب ايش بيدي ايش بيدي، اخوك الحرب تدرين عيدي، خويا لو ان تنوش السيف ايدي، انا ما شايل ظل وحده عضيدي. بعد شنو زينب عاشرات منك ابو فاضل؟ قالت: ونيت يا ابويا، ثلاث ونات
انا حسبت عدل ثار العقوبات، حسبت العدل خويا ثار العقوبات. انا